صباح النور والسرور عليكم جميعا. أنا قبل فترة بعض الأوراق مال البلاب، يعني وعادة هذه الأوراق اللي تكون بأعلى النبتة، اللي تكون العضد مالتها نسميه ناضج تماما، يعني عادة إنه أو العفو اللي بأسفل الغصن مالت النبتة، لأنه بالعادة هذه تكون ناضجة تماما وتحس ان العضد مالتها قوي. مثل هذه الأوراق أنا حطيتها بمي بهذه الزجاجة، وهاي بعد فترة هذه النتيجة انه طلعت عندي جذور. طبعا هاي نانا تتضافر عدة أسباب، انه أولها الورقة عندي عضدها ناضج يسموه. العامل الثاني طبعا انك ضوء، عندي المي اللي اخليه هو مي نقي، اضافة الى انه يعني ابدله بين فترة واخرى، حتى احنا هنا نحافظ على النتيجة، او انه نحصل على النتيجة اللي نتمناها. شوفوا هنا أنا هذن عندي 2 وعندي وحدة قبل شوي زرعتها، فهذه بالإمكان تخليها بالمي على طول، يعني ماكو ضير انه تبقى ما لا نهاية. اذا تحافظت على الظروف اللي هي عايشة بيها راح تبقى عايشة، او ممكن بعدين تبدأ تطلع من الجذور، تطلع اوراق وتنمو وتصير عندنا ممكن نبتة كاملة. وبالإمكان أيضا أنه نقدر نزرعها بتربة. وأنا هنا عندي هذه صراحة كنت مجذرتها وزرعتها بهذه الحبيبات الطينية. طبعا أحب أنه أنوه للي يزرعون بهذه الحبيبات الطينية، هذه الحبيبات ما تحب كثير من المي. إذا زيد المي مالتها يعني إنه راح تخيس عندنا الحبيبات وتطلع ريحة مو طيبة، وتخيس عندنا أيضا إنه جذور النباتات تخيس عندنا، فشغلنا كله يتلف. فدائما تخلون شوية مي يصير بقعر سندانتنا، وبذلك نحافظ عليها. وبصراحة هسه أنا لو أريد أقلع هذه النبتة من هذه الحبيبات، تشوفون جذورها كبرانة وممتدة، وشي حلو لطيف. وأيضا إنه نقدر نحافظ عليه أكبر فترة ممكنة. ممكن نقدر نبقيه بنفس التربة، وممكن نغيره بسندانة أكبر، شي طبيعي طبعا. وعادة هو شوفوا وقت الزراعة احنا العفو احنا لأنه جونا حار، عادة انه عندنا فصول معينة وفترات معينة يلا تنجح بيها الزراعة، لأن درجات الحرارة عندنا عالية. يعني شوفوا بعض البلدان لأن درجات الحرارة عندهم دائما منخفضة، مثلا تبقى درجات الحرارة بحدود 28 و27 و25، هذول طول أيام السنة ما يقدرون يزرعون، لأنه النبات يريد هذه الأجواء. فإحنا بالعادة أنا هسه مثلا بهذا الفصل بهذا الوقت أخلي بالمي. يعني هنا أنا عندي هو البلاب، عندي هنا أو عندي كف الوزة بمكان آخر، عندي هاي هنا الشراع، يعني أكو أشياء. هنا العنكبوت بهذا الوقت لأنه بصراحة هم تحر الصيف يقتله، فممكن إنه نجذر من عنده نخليه بالمي ببيئة مائية. بس العنكبوت بصراحة ما يتحمل، لازم يوميا وبشكل ثابت نبدل المي مالته لأنه يموت عندنا. يعني هنا أنا مثلا عندي الأغصان مالت عصا موسى، عندي هنا المكحلة، شوفوا هاي هنا المكحلة أيضا هذه ما تتحمل حرنا القاسي بالخارج، يعني بالحديقة الخارجية، فإنه جذرت من عندها مجموعة وخليتها بمي، وقسم من عندها خليتها بهاي الحصى الطينية. أتمنى استفدتوا من المعلومات.
والله يحفظ نباتاتنا دائما. وطبعا أكيد النباتات مثل الطفل مثل الإنسان، يعني كل شيء يحتاج عناية ومراقبة ومتابعة أكيد. يعني إنه وخاصة إحنا عندنا هذا جونا الحر القاسي، فلازم إنه ننتبه لموضوع الماء وتبديل الماء كذا. وممكن حتى عملية تسميد حتى للي محطوطة بمي، عمليات التسميد تستمر بالشهر مرة. نحلق ملعقة شاي NPK، ونضيف شوي شوي للمي. وممكن ببخاخ انه نبخ ايضا الاغصان والاوراق، يعني ايضا تفيدها. تحياتي للجميع ونهاركم سعيد دائما ومليء باللون الاخضر.